دوليا لا يزال الشارع المغربي يعيش غليانا غير مسبوق على خلفية ما وقع ثلاثاء المنصرم خلال مراسيم تأدية طقوس البيعة والولاء للملك المغربي محمد السادس من طرف المئات من المغاربة، حيث راحوا يركعون أمام محمد السادس في طقوس مذلة، وفي وقت تعيش بلدان مجاورة موجات تحرر وإصلاحات سياسية. وقد انتقدت جماعة العدل والإحسان التي تعارض نظام المخزن المغربي بشدة طقوس حفل الولاء الذي ترأسه محمد السادس في ساحة المشهور بالقصر الملكي بالرباط. وتساءلت جماعة العدل والإحسان عما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم رفعة مكانته بين سائر البشر يخضع العباد لشخصه فيحشرهم في طوابير يؤدون فروض الطاعة انحناء وركوعا وخضوعا. صدر الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم. قال عرش مجاهد وشعب وفي مخلص على الدوام، وتجسيد للتلاحم المتين والوفاء الدائم والتضحية المتبادلة. سيدي